السلام عليكم، اهلا ومرحبا في قراءة جديدة على قناتكم قناة تاروت ملك. اليوم باذن الله سنقوم بقراءة لبرج الدلو. غنديروا قراءة لشهر يونيو ان شاء الله. كنتمنى هذا الشهر يطلع لكم بالمسرات والافراح وباذن الله ما يكون على الخير. يلا على بركة الله. كنتمنى تدعموني على القناة بجيم سبسكرايب وبكل تاكيد بكومنتير. كنفرح فاش كنلقى لي كومنتير، فاش تلقى لي جيم، تلقى تفاعل مع الفيديو. هذا الشيء اكيد كيفرحني وكنتمنى تفرحوني نتوما. يلا بسم الله على بركة الله لنبدا القراءة. بسم الله. شويه بعد تخرج في زرباب. اوبلا الله 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 ورقه جميله جدا، لا كارت رائعه جدا، ما كلها ايجابيه. عندك بدايه جديده، عندك افكار جديده، عندك واحد الاستطاعه على واحد القدره ديال الابداع، قدره، عندك واحد الحيويه اللي ممكن تمكنك انك يا اما تبداي اشياء جديده او لا تجديد اشياء اللي كانت قديمه. يعني ديك الرؤيه المونوتونيه اللي او لا الرؤيه التقليديه او لا اللي كتجيب لك القنطه، يعني اي حاجه غتجيب لك القنطه تبدل. اوكي، عندك بدايه جديده هذا الشهر باذن الله. بالنسبه سميتو العازبات، ما عرفت من الهضره كتحبس لي هذا النهار. بالنسبه للعازبات، هذه الورقه كتمثل لك ديك شراره الحب الاولى. اوكي، ممكن انك تلتقي بشخص مثير، يعني الشكل ديالو غيعجبك. اوكي، عنده واحد الطاقه اللي جريئه، او لا هو غادي يخليك انك نتيا تكون عندك ديك الطاقه الجرأه وتكوني شخص مبدع، او لا هو اللي شخص مبدع. لان الطاقه في القراءه كالعامه تقد تكون نتيا، تقدري تكوني الطرف الاخر، فهمتي؟ ما يمكنش، صعيب اننا نحددو. ولكن المهم اللي جميل في هذا الامر هذا هو ان هذه الشخصيه كتناسبك نتيا كدلو. اوكي، بالنسبه للي في علاقه، اللي نقول لك هو ان هاد لاكارت هذه كتحث على اعاده اشعال الشغف بينك وبين الشريك ديالك، يا اما عبر افكار، عبر مغامرات، عبر المهم اشياء غير تقليديه. ممكن انكم تسافروا، ممكن انكم ديروا شي اكتيفيتي ما مولفينش ديروها. اوكي، كاين ايضا ممكن ايضا تجيك شي فكره اللي تكون تغير الديناميكيه ديال العلاقه ديالك، او لا تجيك فرصه ديال علاقه غير متوقعه غادي تجيك من حيث لا تدري. اللي كنصحك بهاد لاكارت هذه هو ان ما تردديش في التعبير على المشاعر ديالك الا تحت لك الفرصه. اوكي، حيتاش غادي تقد تغير مجرى الامور، واخا تبان لك ديك الفرصه غريبه، ولا ايضا ديك الوضعيه اللي غتحط فيها انت كدلو غريبه، لان الدلو كيعبروا كلشي، ولكن هناك دائما جزء اللي منغلق واللي كيعطيهم داك الغموض اللي كيخليهم مثيرين للجنس الاخر. كاين ايضا اللي غادي كاين ايضا ان هذا الشهر هذا كاين عندك فرص اللي غتدعم الابتكار في الحب. هذا الامر غريب جدا، وداكشي علاش كنقول لك ما تردديش في التعبير على المشاعر ديالك. اللي ممكن ايضا اللي جانب سلبي ديال هاد لاكارت هذه في هذه البلاصه، في الموقع هذا، هو انه ممكن ان هذا الاندفاع العاطفي يكون مؤقت. اوكي، اللي غنقول لك داكشي علاش غنقول لك تاكدي بلي المشاعر ديالك مبنيه على اساس متين قبل ما نبداو ندخلوا في العلاقه بطريقه جديه. اوكي، اوكي the devil. اوكي the devil yeah the devil. لاكارت هذه فاش جات حدا الايس اوف وانز غيرات مجرى ديال القراءه، هذا من جهه، ولكن هذا لا يعني ان داك الجانب ما كاينش. اوكي، اللي غادي اللي كتبين لي هاد لاكارت باللي راه كاينين علاقات معقده. اوكي، لواحد الفئه، وكاينين روابط غير صحيه اللي كاينين فيها نتوما دابا، كاينين يا اما في علاقات معقده او لا روابط غير صحيه او لا اغراءات. اوكي، يعني ممكن ان الشخص الاخر يكون مغري، ممكن يقدم لك اغراءات ماديه، ولكن الرابطه اللي كتربطك بهذا الشخص هذا غير صحيه. وإلا كنتو في علاقه فهي معقده، يعني عندكم بزاف ديال المشاكل. واخا كاين حب وكاين شغف، ولكن كاين بزاف ديال العواقب ماشي العواقب، ديال الحواجز اللي ما مخلياش ان العلاقه تكون سليمه. ممكن يكونوا الاسباب اللي طيحات اللي جابت لنا هاد لاكارت هو ان كاين تركيز على الجانب المظلم في العلاقات. يعني ممكن ان هاد الشهر هذا غادي يبان لك داك الجانب المظلم. ممكن تكوني في علاقه اللي تكوني انت عالقه في هذه العلاقه، يعني تكوني حاصله في هذه العلاقه اللي مسيطر عليها، او انك كتحسي براسك مسيطر عليه وكتحسي براسك مقيده لشخص ما. اوكي، واخا انت عارفه انت بلي هاد العلاقه غير صحيه، ما تنقولكش بلي راك ما عارفاش، حيت ممكن تكوني واعيه بهذا الوضع هذا، ولكن كتحسي براسك بحال راك حاصله ما عندك كي ديري تخرجي منها. اللي غنقول لك انت كبرج الدلو عامه هما محبين للحريه، الحريه الفكريه، الحريه الذاتيه. هما النساء ديال الدلو كيحماقوا على شي حاجه سميتها الاستقلاليه، وندير اللي بغيت ونفكر كيف ما بغيت. اوكي، ما تيحملوش دوك الحواجز اللي كيخليوهم كيحسوا براسهم في الحبس. داكشي علاش هاد الشيطان لاكارت ديال الديفل او الشيطان كتحذرك من الخوف من الوحده. اوكي، او ديك الراحه الزائفه اللي كتضحكي بها على راسك،
اللي تخليك انك تسامحي على مواقف ولا على علاقات اللي ليست مناسبه لك. اوكي. ممكن لواحد الفئه تبان بالنسبه خاصه للعازبات او حتى المتزوجات تبان شخصيه جذابه، الجسم ديالها جذاب، الشخصيه جذابه، الوضع الاجتماعي ديال الشخصيه يقد يكون حتى هو جذاب. اوكي. ولكن هناك شيء خطير في هذه الشخصيه، يعني الارتباط مع هذا الشخص او لا الوقوع في علاقه مع هذا الشخص كيشكل خطر للاستقرار ديالك نتيا. ممكن هذا الشخص هذا يكون متزوج او لا غير متاح عاطفيا. اوكي. كاين ايضا ممكن انك تحسي بثقل المسؤوليات العاطفيه او لا الماضي يكرر نفسه، يا اما مع شخص جديد او لا مع شخص قديم. داكشي علاش هاد لاكارت هادي كتقول لك واجهي الحقائق وما تهربيش منها. اوكي. لانك شخص عقلاني. اوكي. وتقدري تخدمي المنطق ديالك وتحللي واش هاد العلاقه غادي تساهم في النمو ديالي كشخص او لا كشخصيه. فهمتيني؟ لحقاش الشيطان ماشي دائما هو الشرير. اوكي. ممكن يكون غير تحذير انك تحرري نفسك من قيود ذهنيه او لا من قيود عاطفيه. اوكي. اوكي. المهم بناء على هذه الورقه هذه حنا مازال عاد ندوزو الماجيشن. بالنسبه لهذه الورقه هذه كتقول لك بالنسبه للعازبات احذري من العلاقات القائمه على الاثاره الجسديه دون عمق عاطفي محض حقيقي. اوكي. يعني ما ندخلوش في شي علاقه غير حيت هو عجبنا ولا حيت انا عجبته ونجلسوا غير في الاثاره الجسديه. نو غادي تندمي من بعد. اوكي. الا كنتي في علاقه خصك تسولي راسك واش انا مع هذا الشخص بسبب الحب ام بسبب الخوف. يعني هل انا احب هذا الشخص ام انا خائفه من الوحده ام انا خائفه من المجتمع ام انا خائفه من عواقب الفراق مع هذا الشخص. اوكي. النصيحه اللي كتقول لك هنايا اللي غتقول لك هنايا هي تقربي من الله. اوكي. شويه الصلاه، شويه التامل، الدعاء. الا كنتي في وضعيه صعبه شكي على الله، لان غادي تساعدك في تحرري من السلبيه. يعني واخا تكوني في موقف سلبي، في وضعيه صعبه، وضعيه سلبيه، داك الافراغ، داك السلبيه من الداخل ديالك غادي تساعدك في انك تشوفي الامور بطريقه ايجابيه، وممكن تولي تشوفي الاشياء اللي ممكن تساعدك تحرري من داك الموقف. اوكي. اوكي. عندنا هنايا لو ماجيسيان ولا ذا ماجيشن او لا بالعربيه الساحر هي لاله واحد لاكارت اللي قويه. اوكي. واحد لاكارت انت خرجوا لك بزاف لاكارت قويه. انا خرجت لك الايس وجوج لاكارت ديال السر الاعظم ولا الميجر اركان. اللي هنايا هي واحد لاكارت قويه خاصه فيما يتعلق بالحب. اوكي. هاد الورقه تقد تشير الى انك في قمه ديال طاقتك الساحره. يعني انت دابا تقدي تلهمي اشخاص بالطاقه ديالك اللي غادي تكون كطاقه الساحر. اوكي. اللي عنده كاع المؤهلات انه يوصل لاي حاجه بغاها. اوكي. ممكن ايضا تبان لك تظهر شخصيه جديده في الحياه ديالك اللي غادي تكون جذابه وواثقه وموهوبه. ممكن يكون شخص مثقف، فنان، او لا شخص عنده مهارات استثنائيه. يعني هو عنده القدره انه يدير شي عمل، يا اما العمل ديالو او لا بالفكر ديالو الناس الاخرين غير قادرين انهم يديروها. بالنسبه اللي في علاقه غادي تحسي بواحد الثقه كبيره في التعبير على المشاعر ديالك او لا احياء الشغف بطرق ابداعيه. ممكن يكون عندكم مفاجات رومانسيه، ممكن غادي تخرجوا في مواعيد رومانسيه مع الحبيب ديالكم او الشريك. لا واه وزعما جيت ندير لكم الفوكس عليهم وما يديروا الزوم. يعني غادي تكون عندك واحد الثقه كبيره في التعبير على المشاعر ديالك، وغادي تكون ديك الطرق ابداعيه باش تعبر عليها. اللي ممكن نقول لك هو عامه الدلو يحب العلاقات الذكيه والمحفزه فكريا، حيت الدلو واحد البرج اللي كيهتم بالفكر بواحد الطريقه اللي غير ماشي ما كايناش عند جميع الناس. اوكي. اللي غادي نقول لك هو ان هاد لاكارت هادي الماجيسيان فاش جات في هذا الموقع هذا كتاكد بان الشريك ديالك او لا هذا الشخص الجديد اللي غيجي للحياه ديالك غادي يجذبك بالحديث ديالو، بالكلام ديالو، وغادي يجذبك بالافكار المبتكره اللي عنده، حيت عنده افكار جديده اللي انت اللي كيعجبك هذا الامر هذا. حيت علاش كيجيك باللي جايب شي حاجه جديده. فهمتي؟ ماشي شي واحد اللي ممل، ماشي شي واحد اللي تقليدي في الافكار ديالو، غيجيب لك افكار جديده وغادي يجيب لك طرق جديده اللي ممكن انه يوضح لك الامور باش يوليو يبانوا لك طرق جديده لتسيير الامور الحياه او لا لرؤيه العلاقات عامه. اوكي. بالنسبه للنصيحه اللي غادي نقول لك هو ان الساحر كيقول لك اسمح لي كيقول لك بلي راه عندك القدره ديال انك تحكمي في المسار العاطفي ديالك. كيفاش؟ اللي كيقول لك الساحر هو ان ممكن انك تصنعي الواقع ديالك بنفسك. يعني الواقع اللي انت عايشه فيه ممكن تغيريه الا حاولتي تغيري شي حاجه في نفسك، يا اما او لا تستخدمي امور اللي كاينه عندك، حيت هو الماجيسيان عنده جميع المؤهلات وجميع الموارد باش يوصل لشيء ما. ممكن تستخدمي الكلام يعني تستغليه وتخليه يكون ساحر، لحقاش الدلو برج قادر على الاقناع، عنده واحد البراعه في الاقناع. اوكي. ممكن يمكن ان تقومي بحل خلافات قديمه او لا
تقومي بتوضيح المشاعر ديالك بواحد الطريقه اللي سلسه ومقنعه. ايضا هذه الورقه كتشجعك بانك تقومي بالمبادره. ممكن ارسال رساله جريئه او اقتراح فكره غريبه لموعد غرامي اللي غادي تخلي الشخص الاخر يفكر ويقول هذه الانسانه ما دايرش بحال الاخرين. اوكي، اللي غنقول لك هو نصيحه: لا تستخدمي هذه القوه اللي عندك بطريقه سلبيه. اوكي، للتلاعب ولا للاخفاء، ديري ديك لا مانيبيولاسيون وتلعبي بالناس. اوكي، حاولي تكوني اخلاقيه في الامور اللي كديريها، واختاري النزاهه، لانه فاش كتجمع لي هذه مع هذه ممكن يكون هناك تلاعب عاطفي او علاقه خطره، يا اما عليك ولا على الطرف الاخر. اوكي، ولكن اللي كاين في هذه العلاقه هو انها مغريه كثيرا. يا ربي. اوكي، اللي اون جينيرال كتقول لك هاد لاكارت هو ان عندك قدره التغيير، تقدري تغيري الامور، ولكن حاولي تخدميها بحكمه لان هذا الامر يقع على العاتق ديالك. اوكي، حنا ما نقدروش نقول لك ديري ولا ما ديريش، ولكن المهم عندنا 7 اوف كابس. 7 اوف كابس عاده كتشير على شي واحد تالف تائه، وبما ان عندنا القراءه العاطفيه ممكن انكم نتوما اللي حقاش برج هوائي كي عنده واحد الخيال واسع، ممكن يدخل في واحد التضخيم ديال الامور، يعني يكون عنده الواقع تيدير من الحبه قبه. اوكي، ويهرب ويحاول يهرب من الواقع. ممكن في غالب الحالات غادي يكون عندكم عده اختيار اللي تبدو جذابه. اوكي، وما تعرفوش شكون تختاروا، غادي تكونوا في تيهان عاطفي. هذا بالنسبه لكم كاملين صراحه، ولكن خاصه للعازبات. اللي غنقول لك بعض الخيارات غيكونوا مجرد اوهام. لا، كيفاش غادي يكون هذا الوهم هذا؟ يا اما هذا الشخص هذا اللي حنا معجبين به ولا كنعتبروه انه من بين الخيارات اللي عندنا، يكون عندنا عليه واحد الصوره اللي متخيله وليست حقيقيه. هذا الامر هذا غادي يخلينا كنبنيو واحد الافكار وواحد الامال اللي غادي تتحول الى اوهام. اوكي، اللي هي مجرد اوهام وممكن نصدموا من بعد، يعني نكونوا واقعيين في الامور اللي كنتخيلوها واللي كنطمحوا ليها نوصلوها. اوكي، بالنسبه اللي في علاقه، ممكن تحسي بلي العلاقه اللي انت فيها لا ترضي التوقعات ديالك، او انت كتسناي من هذه العلاقه اكثر من اللازم. لحقاش ممكن تكوني عندك اختيارات اخرى، ممكن يجيك شخص اخر بدل الحبيب ديالك ولا الشخص اللي انت معاه في علاقه، وتحسي براسك بلي هذا الحبيب ديالك ولا الزوج ديالك ما كيوفرليش دوك التوقعات اللي كاينين عندك. اوكي، او لا ممكن انت تكوني كتكثري من تحليل المواقف وكتبداي تفكري اكثر من القياس، حقاش كتبقي غير في دماغك كدوري بلاص من انك ما تواجهي الحقائق اللي هي واقعيه. اوكي. يعني بالنسبه اللي كاينين في علاقات، ممكن العلاقه ديالكم تكون عندكم علاقات اللي غير واضحه، يعني ما عارفينش، تنقول لهم سيتويشن شيبس، ما عارفينش واش حنا مصاحبين، واش حنا مع بعضياتنا، واش تفارقنا، يعني الامور معلقه. هاد العلاقات غالبا تكون عبر الانترنت، يعني ممكن تكونوا في علاقات اونلاين وكتبان بانها مثاليه وبانها عندها مستقبل، ولكن هاد العلاقه غير واقعيه. يا اما عندكم شي تصورات ولا توقعات على هاد العلاقه ولا على الطرف الاخر اللي ممكن انه يديرها في هاد العلاقه، ولكن هذا الامر ما كاينش. يعني ممكن يكون عندكم خيبات امل عاطفيه، خاصه اذا تم اتخاذ القرارات بناء على مشاعر مؤقته. يعني يجيونا شي مشاعر في واحد اللحظه، يا اما داك الشخص قال لنا كلام ولا دار شي فعل، ودوك المشاعر اللي غيجيونا في ديك اللحظه يخليونا نتخذوا قرارات اللي غادي ندموا عليها من بعد. داكشي علاش خصك خدمي دماغك، بدلو خدمي احسن صفه كاين عندك. انت امراه او لا انت برج اللي عنده واحد المنطق عقلاني تحليلي قوي جدا. اوكي، داكشي علاش خصنا نستغلوا هذه القدره هذه اللي تمييز الحقيقه من الوهم. وممكن الا احتاجيتي المساعده في هذا الامر هذا، شنو غديري؟ غادي تهزي ورقه. اوكي، كتبي الايجابيات والسلبيات ديال كل خيار عاطفي عندك، خاصه الا عندك شحال من خيار. اوكي، شنو كيدير لك، شنو ما كيدير لك، شنو تيوفر لك، شنو ما تيوفر لكش، شنو الايجابيات، شنو السلبيات ديال كل اختيار عاطفي عندك. ان شاء الله غادي توضح الصوره قدامك. اوكي، اللي ممكن انه يوقع ان يحاولوا العواطف الجياشه ديالك يجرفوك موراهم. اوكي، داكشي علاش خصنا حنا ما نتبعوش دوك الاهواء الكاذبه ولا الوهميه اللي عندنا، ونقلبوا على امور اللي واقعيه. ممكن ان هاد لاكارت تكون كتنصحك باش تحاولي تستكشفي امور جديده، ماشي ما بقاوش في الامور خاصه الا كنتي كتقلبي على شي حب غير تقليدي. ممكن يكون هذا هو الوقت باش تجربي اشياء اخرى، ولكن هاد الاشياء الجديده تكون بوعي. خصك انت دابا اللي غنقول لك تخدمي دماغك، ما تكونيش سد عينيك، حلي عينيك، وإلا سديتي عينيك حلي العين الثالثه. يعني فكروا بعقلانيه وما نكونوش تابعين الاهواء ديالنا. اوكي، ايضا ما تدخليش في علاقه لانك عايشه ملل ولا راك قنطانه. اوكي، هو سيغ انت واحد الشخص اللي تيكره الروتين، ولكن ما خليوش ان هذا الروتين او التعب ديالنا من شي وضعيه اللي قنطنا صافي بغيتها نبدل الجو تخلينا ندخلوا في واحد العلاقه اللي سامه ومقاس وفي البكا ومالنا على حالتنا. اوكي، ممكن يكون البرج اللي كتعاملي معاه
برج ناري، كتبان لي هنا طاقه ناريه قويه جدا، او لا ممكن يكون ايضا مائي. ممكن يكون عنده قمر مائي طالع، طالع مائي حتى هو. ممكن ايضا يكون ناري ولا هوائي. ترابي ما كنظنش، واخا كاين ديفو كيما ما كنظنش، ولكن كاينه امكانيه. ممكن يكون كابريكون زعما يكون جدي. الجدي ما سويلينش حتى هما، لكن ما نعرف، كلشي ممكن. اوكي. ممكن بهذا الفارس السيوف اللي خرج لك تكون عندك شي حب من النظره الاولى، او لا، ايضا تكون عندكم خلافات حاده غتبان غالبا هذه اللي غتكون حيت القراءه غادا لهذا الاتجاه. الا كنتي عزباء ديال راسك قد يظهر شخص جريء ذكي عنده واحد الاراء اللي قويه، ممكن يكون جدي ولا عقرب. هذه قد يكون جدي ولا عقرب. ممكن الا كنتي في علاقه تلقاي راسك كتهضري على المشاعر ديالك والمطالب ديالك في العلاقه بواحد الطريقه اللي صريحه، صافي بحال عييتي ما بقيتي تزوقي الهضره، عييتي ما تبقاي تزوقي الهضره وتحاولي تقدي الخاطر، وهذا صافي اتطفح الكايل صافي، وتولي تعطي البنادم في وجهه هكاك. دابا مزيان، دابا وليتي دلوي يحتذى به، بقيتيش ديري الخاطر اللي يبطل اصلا. ما بلانش بقيت ديري الخاطر اللي يبطل، داكشي ما مسلكش. اوكي التي الله تقدو في الكلسه. لا نقول لك الا عندك شي حاجه باغا توصلي ليها، يا اما عمليه يا اما كملي في الطريق اللي غادا فيها، ولكن قبل ما ديري اي خطوه ردي البال مزيان شنو داير بيك. وإلا كنتي باغا تنقزي شوفي مزيان فين غتنقزي، حيت تكون شي خويا ولا شي حاجه، لان هاد الورقه هذه كتقول لك عبري على راسك ما تخافيش. بغيتي تعبري الا كنتي الاعتراف بالحب، الله يسخر، واخا ما كنصحش انا البنات صراحه، ولكن الا كنتي دري على ربي ديرها، راه حمقتيها مسكينه، حمقتيها، الله يرحم لك الوالدين. الا كنتي في علاقه وبغيتي تطالبي بالحريه ديالك، قومي بالامر ولكن بطريقه اللي عقلانيه، لانك غتقدي تقنعي هذا الشخص هذا. اللي ممكن يكون سلبي في هذا الامر هذا هو ان يكون يا اما تكون انت او الطرف الاخر، خاصه اللي يبداو علاقه، يكون متسرع وراسو قاصح، واحد العناد اللي غادي يخليكم ديروا قرارات متهوره. ممكن تدخلوا في علاقه قبل ما تعرفوا الشخص الاخر، او لا تقرروا انهاء العلاقه بطريقه متهوره فقط لاثبات الغرور ديالكم. اوكي هذا الامر غادي يخليكم تكونوا تدخلوا في خلافات اللي غادي تنتهي بكلمات جارحه جدا للطرفين ولا الطرف الاخر. اوكي ممكن طرحوا واحد المواضيع مع الشخص الاخر، مثلا تحتاجي مساحه خاصه، محتاجه مثلا مساعده في مشروع، محتاجه شي حاجه اللي كنتي انت شحال وانت ساده على داك الكلام. خاصه بالنسبه للنساء كاين واحد القضيه اللي باينه لي هنايا، هو ان الشخص الاخر ضاغط عليك، ما مخليكش تكوني مرتاحه في العلاقه، ولا تحسي براسك باللي راك عندك واحد الحريه في هذه العلاقه، تقدري مثلا تمشي فين بغيتي، ديري اللي بغيتيها في اطار المسموح به بكل تاكيد. ولكن هذا الشخص هذا ممكن يكون متحكم، كتحسي براسك مسيطر عليك اكثر من القياس، صافي خنقك. اوكي غادي تقدري تطرحي هذا الموضوع هنايا، اللي غادي النصيحه اللي نقول لك ما تخليش هذا الموضوع يتطور لدرجه انه يكون سبب في انهاء العلاقه. اوكي ممكن بالنسبه للعازبات يدخل شخص عنده شخصيه قويه للحياه ديالك، ولكن هذا الشخص اللي غادي يكون عنده شخصيه قويه مثير، عنده واحد الحياه اللي كتبان لك انت مستقره نوعا ما، ممكن ما يكونش هو الخيار الامثل اللي عندك. اوكي لانه ممكن يكون هو نيته مزياناش، او لا هو ما عندوش ديك القدره العاطفيه على الاستقرار اللي انت كتقلبي عليها. اوكي داكشي علاش نقول لك خدمي الذكاء ديالك. اوكي وحاولي توازني ما بين انك تكوني صريحه وظريفه. اوكي لحقاش هذا ممكن شي مرات ما يكونش عنده هذه القدره ديال التوازن، تبقي جارحه الناس، وهذه كتقول لك راه ممكن تسالي هذه العلاقه هذه. اوكي ما تخليش التسرع هو اللي يكون القائد ديالك. اوكي ما تكونيش في وضع اللي يخليك انك تكوني متسرعه وتتبعي الاوهام. اوكي وتخلي الحياه ديالك كيسيطر عليها غير الوهم والتسرع. لا داكشي علاش قولي الهضره اللي بغات تقولي بشجاعه، ولكن ما تندفعيش وراء ندبزو باش ندبزو، فهمتي؟ مش غير الغرور ديالي قال لي نكون في صراع ندخل في صراع يا سنه، لا. اوكي كاين هاد التنافس هادي باش نقول لك ما شوف نمزح باش نزوق الهضره. اوكي كاين واحد الفئه كبيره غادي تكون عندهم واحد النهايه اللي مؤلمه ولكن ضروريه. اوكي العلاقه اللي رابطك بهذا الشخص هذا وصلت للنهايه ديالها بواحد الطريقه اللي دراماتيه، ممكن هذا الشخص تكون اكتشفتي عليه خيانه، او اكتشاف خداع، او شي كلام جارح جدا. اوكي ممكن يكون عندك واحد الشعور بالخذلان عميق جدا وغيكون كبير جدا، خاصه الا كنتي تجاوزتي ولا تجاهلتي التحذيرات اللي جاتك من قبل، حيت ديما الحاجه فاش كتوقع راه ما كتوقعش غير ديما تيكون واحد لي سيني اللي كيجيونا ولا كنشوفوهم وما كنربطوش ليهم البال. ولكن اللي نقول لك بالنسبه للدلو، هذه النهايه هذه ماشي هي نهايه العالم. اوكي طلقتي تفرقتي، واخا كنتي باغا هذا السيد هذا وباغا تكملي معاه، ولكن كان ضارك، راه كنتي في علاقه سامه، والحمد لله والحمد لله وشكريه وبوسي يدك غيكتو فيرسو من الجهتين، نقول الحمد لله والشكر لله انني خرجت من واحد الطاقه سامه اللي كانت كتستنزف الطاقه ديالي، وكنتي غادي تولي
عاطفيا وروحيا فارغه. اوكي، داكشي علاش هادشي ضروري. علاش؟ لان واخا كان الوضع ميؤوس من راه تقدي تبني شي حاجه جديده. اوكي، ودائما دائما عرفي باللي اي نهايه حاسمه صعبه كتعطينا فرصه لبدايه جديده. اوكي، لحقاش الالم راه كيكون مؤقت، خاصه الا حيدنا المصدر ديالو. الا حيدنا مصدر الالم راه صافي كيبقى لنا غير داك الالم للتشافي. اوكي، وان شاء الله غادي تحرري. لحقاش شوفي هذه راه واخا انهت امور وما نعرف، ولكنها شوفي راه كاين طريق قدامها، هو ما عرفاش شنو كاين قدامها، ولكن احسن من انك تكوني جالسه في السجن، لانها حره طليقه تستطيع بدايه ما تريد. اوكي، داكشي علاش لا نقول لك ما تحاوليش تعتقي شي حاجه اللي الله يرحمها. ما لا يمكن اصلاحه راه لا يمكن اصلاحه. ودائما ديك مقاومه الحقيقه والواقع غير غادي يزيد يجرحك اكثر. اوكي، بقاش متى الا دخل فيك الموس وبقيتي كتدوريه وكتقاوميه، راه ما غيزيد غير يعطيك الحريق. تلقيه خليه سيري حيدوه لك، وكيحيدوه لك وكتبداي تبراي مورا العمليه، ولا ما كانش عمليه وكتبداي تبراي. داك الالم هو اللي غيبقى لك. اوكي، وخذي وقتك ترتاحي. خذي وقتك ترتاحي من ديك لا توكسيسيتي اللي عشتي وداك الالم اللي عشتي، لانه ليس سهل. اوكي، خصك دابا انت مساحه ترتبي فيها الافكار ديالك، ترتبي فيها الاولويات ديالك، وما تبقايش تلومي راسك باللي انت اللي درتي، انت اللي فعلتي، انت السبب، واخا تكوني انت غلطه. اوكي، لحقاش هذا الجرح هذا عميق بما فيه الكفايه، وحتى واحد ما يستحق انه اصلا يتجرح بهذه الطريقه، وزائد انه يبقى يلوم راسو. داك لو مدات راه صعب جدا. اوكي، لا نقول لك هو هاد لاكارت كتبان في مواقف اللي صعبه، وممكن تكون هي اسوء المواقف اللي غدوزي بها في حياتك، ولكن اللي كتقول لك هو انه صافي اللي خايب داز، اصعب ما يكون دوزناه. صافي غادي الامور، هذا الالم هذا وهاد العذاب اللي غتكوني عشتيه، غادي تلقاي راسك انسانه اقوى واكثر حكمه، وتعرف ما تبحث عنه في الحب وغيره. اوكي، ودائما انت شوفي هاد الطيور هذه تسافر عبر الاماكن وعبر الزمن، مش عبر الزمن، ممكن كدير الهجره وكتبدل البلاصه. اوكي، يعني اي مرحله انت فيها دابا الا هي مرحله انتقاليه من الاسوء الى الافضل. اوكي، دابا انت كنتي في علاقه سامه وسالات، ولله الحمد، وباذن الله القادم افضل. هذا الشهر غادي يكون صعب، ولكن فيه واحد الامور اللي لابد منها. هذا شهر لابد منه. واي الحاجه اللي بدات لنا بالايت اوف وانز، حيت ممكن تكون هذه هي الرحله ديال العلاقه اللي ممكن تكون بدات هذه 6 شهور، هذه 7 شهور، هذه 8 شهور، هذه 4 شهور. الاغلبيه كيبان لي هذه 6 شهور باش بداو هذه العلاقه، ولا في هذه الانحاء. هذه العلاقه بدات بشغف وستنتهي بتحرر مؤلم، ولكن ضروري ولا بد منه. اوكي، هذه العلاقه كانت سامه، وكانت فيها كانت فيها واحد الاوهام اللي خلاتك انك تندفع عاطفيا للدخول في هذه العلاقه هذه. ولكن ولله الحمد كاين واحد القدره ديال التغيير عندك، وان شاء الله ستتغير الامور. وانت دابا اللي غادي نقول لك ركزي على الاهداف ديالك القادمه، تعلمي من هذا الدرس. اوكي، لانه غادي يعاونك تحرري من الخوف ومن العادات السلبيه اللي كتخليك انك تمنعي نفسك من ايجاد الحب الحقيقي ولا الشخص المناسب. خذي وقتك لتحليل الخيارات القادمه، وخذي وقتك باش انك اي خيار قبل ما تاخذيه تعرفي الايجابيات ديالو والسلبيات ديالو. تعلمي تعبري على المشاعر ديالك بطرق شجاعه، ولكن بلطف، دون جرح الاخر. وتقبلي هذا الالم او هذه التجربه هذه كفرصه لبدء من جديد، وذلك بحكمه اكبر. اوكي، ودائما النهايه ما هي الا بدايه ما هي الا فرصه لبدايه جديده، وغادي تكون ان شاء الله بدايه ايجابيه. اوكي، لاننا تعلمنا من واحد الدرس، وسالينا واحد الشابيتر او واحد الفصل من الحياه العاطفيه ديالنا وتعلمنا منه. كنتمنى بغيتي تديروا لقاء هذا الفيديو باحسن الاوضاع ان شاء الله، وان شاء الله تكون قراءه اللي ولماتك، ولا ما ولماتكش ماشي مشكل. كدايره القراءات العامه، وكنتمنى تدعموني بجانب سبسكرايب وكومنتير، ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. يلا مع السلامه، باي.